واضح إن 2026 هتكون سنة خير ووش السعد على كل المصريين، وده لأن الخبير الاقتصادي هاني جنينة قال إن عجلة الاقتصاد المصري بدأت تلف بقوة من نص 2025 وبالأخص في شهور يونيو ويوليو، والنتيجة إن أرباح وإيرادات الشركات بدأت تتحسن بشكل واضح. وقال التوقعات بتقول إن معدل النمو ممكن يعدي 5% في 2026، وده مدعوم بأرقام تقيلة زي عودة إيرادات قناة السويس والسياحة لمستوى 20 مليار دولار، وتحويلات المصريين بالخارج ممكن توصل ل 40 مليار دولار. الأهم بقى إن استقرار الجنيه بقى محسوس على أرض الواقع، خاصة في قطاعات زي السيارات والعقارات والدواجن والبيض، وكمان القطاع الخاص بدأ يستثمر بقوة لأول مرة من حوالي 15 سنة بسبب طلب قوي من جوه ومن بره. جنينة كمان أكد إن خفض الفايدة ملوش عيوب طول ما التضخم تحت السيطرة، وقال إن عائد 17% على الشهادات يعتبر ممتاز جدا لو التضخم نزل ل 10% بنهاية 2026. ساعتها العائد الحقيقي هيبقى حوالي 7%، وبالنسبة للدولار توقع إنه ممكن ينزل ل 44 أو 45 جنيه في 2026 مع رجوع الإيرادات. ومع الاستثمار الخاص فرص التوظيف الواسعة ممكن تبان بوضوح مع نهاية 2026، يعني الاقتصاد بيتحرك والاستثمار راجع.